الأحزاب على كل يعني في أغلبيتها، والأحزاب التي يعني الأحزاب البرلمانية التي موجودة في البرلمان بالعكس نحن رأينا أن يعني وقعت لخبطات في التحالفات السياسية للقصر بسبب يعني حركة 20 فبراير. إذا لخبطت التحالفات السياسية للقصر لحد الآن أن القصر أراد أن يظهر أنه فك الارتباط بهذا وندفع الهمة نتيجة لعلاقته الشخصية القريبة جدا قوية مع محمد السادس، أنه دفعوه للاستقالة من وظائفه داخل الحزب. هذا مهم جدا وتحت ضغط الشارع، هذا مهم جدا كذلك. وكذلك أنه رأينا ابتداء من المظاهرات حتى الانتخابات أنه قاموا ببيلوتاج اوتوماتيك، حتى وهبي يطلع لك رئيس فريق كيفاش تفهم تاجي خلاوهم بيلوتاج اوتوماتيك لان ما عارفينش شنو غادي يوقع. التجربه الحكومه بالصيغه الاولى او الصيغه الثانيه فكلها فقط ورقه في يد النظام من اجل يعني امتصاص الغضب الذي كان، وبالفعل فقد نجح في هذه المساله جزئيا، بحيث انه راينا ان المغاربه كانوا في انتظار. الان هناك حكومه جديده، هناك تجربه جديده سننتظر ماذا ستقدم هذه الحكومه، وكانت بالفعل انتظارات كبيره يمكن لهذه الحكومة، ولكن أنا نرى أن هذه الانتظارات قد انتهت. فاليوم المغرب يعرف احتجاجات في جميع المناطق من أجل المطالب التي تكون غالبا مطالب يعني اجتماعية واقتصادية محضة، لكنها تقمع لأن النظام ليست له يعني لغة أو إجابة لهذه المطالب، لأنه ليست له الإرادة فأن يحسن الوضعية لهذه الفئات الشعبية. الشعب المغربي لا يعرف الاستقرار، فمصالحه الاقتصادية والاجتماعية غير مستقرة. الحزب الأكثر تفاعل بطريقته مع 20 فبراير هو حزب العدالة والتنمية. كان نقاش قوي، كان اختلاف بين القيادة ديالو على كيفية التعامل مع نداء التظاهر. فكان الموقف الذي عبر عنه الأخ الأمين العام قبل أن تجتمع الأمانة العامة وقبل مدارسة هذا الموضوع كان موقف انفرادي ديال الأخ الحام، جوبي بموقف آخر من طرف الإخوة آخرين الذين قرروا أن ينزلوا يوم 20 فبراير. إذا فظهر بأنه داخل 20 فبراير هناك من يريد الملكية البرلمانية، وهناك من له منظور آخر ولكن لا يستطيع أن يفصح عنه، وهناك من لا يعرف ما لا يريد